السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه بساطتي في بيتي. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده وبخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الكراوش اللي ما كيخطاونيش في كل رمضان، ضروري كيخصني نوجدهم نفس المقادير نفس الطريقه، يعني ما كنبدلهاش حيتاش ناجحين 100%. نبداو المقادير ونبداو على بركه الله. اول حاجه كيخصنا الزبده مارغرين اي نوعيه، 250 غرام. انا هنا ما بغيتش ندير كيلو، يعني غادي ندير كيلو ونص. يعني نتوما الا بغيتو ديروا كيلو غادي تفرقوه، بحال دابا مارغرين وحده وزدت النص. نتوما الا كنتو بغيتو ديروا غير كيلو غادي ديروا غير مارغرين وحده. المهم نبدا. هنا عندي المارغرين بدرجه حراره المطبخ. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نحكو هاد المارغرين. هانتوما غادي نحكوها حكه رقيقه ولا غليظه، المهم انها تحك. صافي، من بعد ما حكيتها غادي ناخذ واحد شويه ديال الطحين وغادي نحيد به هاد البقايا هنا ديال الزبده اللي بقات بهاد الطريقه هذه. صافي نبداو. هنا عندي كما قلت لكم، هنا عندي كيلو ونص ديال الدقيق. كيلو ونص هنا راني عابراه ومغربلاه. غادي نبقى نضيف شويه بشويه حتى يتخلط لي هاد الطحين مع الزبده بهاد الطريقه. من بعد ما خلطت الزبده مع الدقيق غادي نضيف واحد شويه ديال الملح. هانتوما غير معلقه واحد، نص معلقه صغيره. وغادي نضيف واحد الكيس ديال الخميره. وغادي نضيف نص اخر حيت انا دايره كيلو ونص، نضيف نص. هنا عندي الفاني اللي كيتخاد بالعبار. ما تاخذوش الفاني اللي ديال الشاصيات، هذا كتكون فيه المذاق، كتكون فيه واحد النكهه ومهم مذاق زوين. غادي ناخذها كامله، غادي نكبها وغادي نضيف واحد النص اخر. صافي وغادي نخلطهم. غادي نضيف نص اطرو ديال الحليب، وغادي نزيد واحد الكاس ونص حيتاش على عبار كيلو ونص. راه كنعاودها لكم بحال باش تعرفوا بلي هنا انا دايره كيلو ونص ديال الدقيق. ها الكاس الاول ونبقى نخلطهم. واحد الملاحظه بغيت نعطيها لكم بالنسبه للدقيق، راه كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما تيشربش. يعني نص اطرو راه فيه جوج كيسان ونص، وزدت انايا كاس ونص وليت زدت كاس. نتمنى تكونوا فهمتوا. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا العجينه هنا راها قاصحه. المهم نتوما الا ما كفاكمش دوك 4 ديال الكيسان ونص راه ممكن ديروا حتى الاطرو كامل. عينكم ميزانكم. والعجينه هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا راه الفيديو موضح، راه كتكون قاصحه. من بعد ما خلطت هاد المكونات كاملين كنبقى ندلكها غير بشويه بشويه حتى ما كتبقاش تبان لنا هاد الزبده اللي هنايا. من بعد ما دلكتها مزيان حتى ما بقاتش ديك الزبده كتبان هنايا، هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا. الا ما كانت الزبده ما بغاتش تذوب لكم وكانت عندكم الماكينه ديال التورق، غادي ديروا اكبر رقم فيها وغادي تبقاو دوزوها فيها بحال الا راها كتدلك لكم، وتوليو تجمعوها في بلاستيكه وعاد توليو تعجنوها بحال هكذا. شتي فاش كتقيسوها راها رطبه بزاف. غادي نقطعها طراف صغارين بحال هكذا. صافي قطعتها بحال هكذا. وغادي نجيب واحد البلاستيكه بحال هكذا وغادي نقادهم فيها.
غادي نخليها ترتاح واحد شويه. من بعد ما ارتاحت لنا العجينه غادي نجبد القطعه الاولى اللي احتفظت بها، وغادي نجيب زلافه هنايا فيها مايزينا، تاخذوا غير واحد شويه 5 دراهم ولا المهم اللي كان عندكم، باش غادي نحتاجوها للتوراق. غادي نجيبوا هاد القطعه هذه وغادي نبقاو نديروا لها هاد الطريقه هذه، غادي نورقوها بهاد الطريقه وحنا كنرشوا بمايزينا، ما تكثروش بزاف نتاع مايزينا، غير شويه. غادي ناخذوا هاد الطرف هذا الاول بحال الشكل اللي غادي نديرو مسمنه هكذا. غادي نجيب القطعه الثانيه غنحطها عليها، وغادي نحاول نقادها هاد الجوانب هادو اللي ما مقادينش غير بشويه، غادي نبقى نقادهم. نجيب هاد القطعه هذه نحطها هنا، وانا كنقاد الجوانب. نجيب هاد القطعه هذه ونحطها عليها، نولي تاني نقلبها، وانا كنستعمل مايزينا. نعاود مرحله واحده اخرى، غادي نعاود نطويها مره اخرى، يعني بحال اللي تقول 3 ديال الطويات اللي درت لها في التوراق. نجيب هاد الجهه غادي نحطها هنا، ونجيب الجهه الثانيه على هاد الشكل هذا صافي. وغادي نولي نردها بالبلاستيكه، نجيب قطعه واحده اخرى وبنفس الطريقه غادي نورق حتى هذه. هنا من بعد ما ارتاحت لنا العجينه غادي ناخذ اول وحده خدمناها، يعني هنا العجينه كتخليوها ربع ساعه ولا غير على من تساليو كاع التوراق وكتبداو الخدمه ديالكم، يعني ما كتحتاجش تخليوها نص ساعه ولا اكثر، ولا المهم هي تساليو التوراق بداو فيها. كان عندكم شي شغل ولا صافي ماشي مشكل. المهم غادي ندلكها غير واحد شويه. هنا دلكتها غير واحد شويه بحال باش نقطع طريفات صغار. علاش قطعتهم طريفات صغار؟ بحال باش ما يبقاوليش دوك الزوائد فاش نحط العبار ديالي، صافي ما يبقاليش الجناب باش ما نتعذبش انايا في الخدمه ديالها. هانتوما صافي هذا هو القياس. صافي غنخلي وحده اللي نخدم، وهادو غادي ما نخليهمش هنا، غنردهم للبلاستيكه ديالو بحال هكا. صافي غادي نبكى شويه. بالنسبه اللي عنده الماكينه يديرها في الرقم 3. المهم كل واحد والعبار ديال الماكينه ديالو، واللي ما عندوش راه ممكن غير بالدلاك يخليها رقيقه ويبدا يخدم بها. صافي هنا غادي ندوزها للماكينه. صافي كندير العجينه ديالي هكذا. بالنسبه هنايا راه عندي واحد العبار، جبت واحد الكارطون وقطعت واحد العبار متوسط، ما كبيراش وما صغيراش. غادي نحطها على هذا القياس ديالي اللي عندي هنا، وغادي نجيب هنايا القطعه ديالي. صافي غنحيد هاد السوائل
غادي نبقى ناخدها هكا. هانتوما شفتو من هنا ومن هنا، يعني باش ما يبقاوليش دوك الجوانب. بحال هكا صافي. هادي معليش. وغادي ندير 3 ديال الاشرطه، 1 2 3. هنا نفس الشيء 3 ديال الاشرطه، وهنا كذلك. ساهله في التشباك ديالها الصراحه، راها ساهله. هانتوما هنا كنجي كناخذ الجنب مع الجنب وكنضغط عليهم بحال هكا، والجنب الثاني حتى هو كنضغط عليه صافي. كنفرقهم وكنقلب هذه لهكا. هانتوما شفتوا الطريقه راها ساهله. نعاود معكم وحده اخرى. هانتوما 3 ديال الاشرطه كنطويها على جوج، وكنضغط هنايا في هذا الجانب وفي الجانب الثاني هكذا. كنفرقها على جوج، شفتوا، وكندخل هذه من هنا وكتخرج على هذا الشكل هذا. شفتوا راه طريقه ساهله في التشباك ديالها صافي. وكنديرها في شي صينيه وكنخليها حتى كنسالي هذا القدر اللي عندي. فاش كنساليه كنبدا القليان مباشره، نفس الطريقه ونفس العمليه. هانتوما بحال هكا. بالنسبه لهاد العجينه اللي بقات لي كنجمعها وكنديرها في شي بلاستيكه حتى كنجمع الزوائد كاملين، وعاد كنعاودها من بعد ما ساليت التوراق ديالها والتشباك. هذه هي الكميه اللي عطاتني. شوفوا تبارك الله شحال عطاتني، راه كميات تبارك الله راه كبيره. هانتوما عاد هنا هاد البلاطو عندي راه درت طبقه فوق الطبقه، يعني ما تخافوش عليها تلصق ولا راه ما غاديش تلصقها. هانتوما راه تحيد بكل سهوله. شوفوا هانتوما كيف ما شفتوا كيلو ونص. شوفوا شحال عطاني، يعني راه غيدوز لي رمضان كامل وغادي يشيط الخير والبركه. صافي هنا من بعد ما وجدتها مباشره غادي ندوز نقليها، وراني مرتباها على حساب اول صينيه هي هذه، ثاني ثالث غادي نبدا يعني بالقليان من اول وحده خدمتها. هنا من بعد ما سخنات الزيت مزيان راه كبيت تقريبا يطرق شي كاس هكذاك. المهم اللي كبيت هنا باش غادي نعرفوا الزيت سخنات. اول حاجه بعدا غادي نديرو غادي نقصوا العافيه. شوفوا كي مجهدتها بحال باش تسخن مزيان، غادي نقصها. هانتوما هكا على عافيه مهيله ناقصه، وغادي نجربها بوحده. غادي نرميها هنا في الزيت. هانتوما شفتوا كيفاش غير كترميها كتطلع من الزيت، يعني هكذا راه صافي الزيت راه سخنات صافي. وغادي نرمي شوفوا التحمار ديالها صافي كيبان داك التحمار مذهب، كتجي مذهبه. وكنحطوها في شي شبكه وكنبقى نقلبهم بحال هكذا. اللي بانت ليا طابت كنقلبها وصافي وكنحيدهم. هانتوما من بعد ما ساليت القليان كيف ما كتشوفوا انا غنديرهم في هذا السطل. اي واحد كل واحد فين بغى يديرهم، المهم ولا بواطه ولا. انا هذا السطل هذا كيتسد مزيان وكيبقى محافظين على التقرميشه ديالهم. هنا درت واحد الطبقه هكا قديتها، وغادي نجيب العسل وغادي نديرو عليهم غير هكا قطيرات اولا بالفرشيط غير بحال هكذا. واللي ما بغاش العسل راه ممكن ما يديروش، غير بحال هكا غير رشه خفيفه. هانتوما عليهم كندوز كاملين بحال هكذا. نزيد طبقه ثانيه صافي، وغادي نزيد عليها العسل ونبقى مستمره هكا حتى نسالي. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى ينال اعجابكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم اي جديد. نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد باذن الله.